السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة إن شاء الله. فيديو جديد وجبت لكم واحد الكغاطان ديال الشيف لور كتجي بنينة 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 بزاف. حتى إلا ما كانش عندك معاه أولا وليداتك ما كيعجبهمش، غير جربوا ليهم هاد الكغاطان هادي وردي عليا الخبر. كتجي بنينه وبنينه بزاف. وإلا كنتي اول مره تشوفي لا فيديو ديالي كنقول لك مرحبا والف الف الف مرحبا. اشتركي في القناه وفعلي الجرس باش يوصلك الجديد ديالي ان شاء الله يا ربي. وإلا عجبك لا فيديو ما تنسايش تخلي لي جيم وشي تعليق زوين بحالك حبيباتي. بسم الله وغادي ندوزو للمقادير اللي هما ساهلين. وهاد الكغاطا هادي ما غتحتاجي ليها لا طون لا لحم لا بيشاميل حتى شي حاجه، وكتجي بنينه وبنينه بزاف حبيباتي. هنا غادي ندوزو غادي ناخذوا الشيفلور ديالنا وكنحيدوا ليه هادوك الوريدات ديالو، يعني كنبقاو نحيدوهم. وهنا الا شفتوا داك اللي كتكون فيه واحد شويه ديال الكحوليه في الراس اولا شي حاجه، كناخذوا هذيك الموس ديال الخيزو وكنحيدوه بكل سهوله. صراحه الموس ديال الخيزو كيحيدوا لينا دغيا الصراحه احسن من الموس العادي. صافي هنا كنقي على حسب نتوما افراد العائله شحال عندكم في الدار، يعني شحال غيكفيكم العشاء ديالكم. المهم انا درت هنا اللي غيكفي العائله ديالي، نتوما كديروا على حسب كما قلت لكم نتوما شحال غتكفي العائله ديالكم. المهم غادي ناخذ هنايا داك الوريدات ديال الشيفلور كنبقى نحيدهم بهذه الطريقه بحال هكا ونقي لهم الا كان فيهم شي حاجه بداك الموس ديال الخيزو، وكنحطو في اناء باش نغسلوه مزيان مزيان مزيان. لا ضروري حبيباتي خصنا نغسلوه مزيان. وهاد الكغاطا هادي صدقوني راها كتجي بنينه وبنينه بزاف، غير جربوها حبيباتي غادي تعجبكم بزاف بزاف بزاف. صافي هنا من بعد ما ساليت الشوفلور ديالي اللي غنحتاج كامل، خديت الكسكاس، يعني ضروري هنا خصنا البرمه والكسكاس. نفضل حبيباتي هنا الشيفلور ما تسلقوهش، فوروه ما تسلقوهش حبيباتي. غادي ناخذ واحد الورق ديال الموسى، واحد 3 ديال الورقات ديال الموسى غادي نديرهم لتحت، ناخذ واحد 2 فصوصات ديال الثومه حتى هما غادي نديرهم بقشرتهم، ما نحيدوهمش القشره ديالهم، غادي نحطوهم حتى هما. ومن بعد غادي نستف الشيفلور ديالي. هنا راني كنت غسلته المره الاولى وهنا كنغسلو معكم المره الثانيه. وصافي غادي نستفوه في الكسكاس ديالنا بهذه الطريقه كما كتشوفوا، وديروا الكميه كما قلت لكم حبيباتي على حساب افراد العائله. وهنا ضروري حبيباتي فوروه وما تسلقوهش، حيت حنا بغينا الشيفلور ديالنا يبقى ناشف ما يبقاش شارب لينا الماء، يعني في السلق كيشرب لينا الماء. صافي هنا من بعد ما استفتو مزيان غادي نديروا له واحد شويه ديال المليحه ضروري باش ما يجيناش باسل، يعني ضروري حبيباتي نرشوا عليه المليحه من الفوق وغادي نغطيوه عليه حتى يطيب لينا. راه ما كياخذش لينا الوقت بزاف نهائيا، واحد 10 دقائق كيكون الشيفلور ديالنا طايب. باش كنعرفوا الشيفلور ديالنا واش طايب ما كنجربوليش الفوق، كنجربوا داك الغصن اللي عنده لتحت هو اللي كنشوفوه، حيت هو اللي كيبقى شويه معطل على الوريده الفوقانيه. ملي داك الغصن كنلقاوه طايب صافي كتعرفوا الشيفلور ديالكم طايب. صافي هنا حبيباتي من بعد ما طاب ليا الشيفلور غادي ناخذ الطبسيل اللي غيدخل ليا للفران. ضروري هنا اي حاجه اللي مهم كتدخلوا فيها الكراطان ديالكم للفران غندهنوا بشويه ديال الزيت. وهنا كنبقى نحط الشيفلور ديالي من بعد ما تسلق ليا كما قلت لكم. وهاد الكراطه هذه راه ما كتاخذش معكم الوقت نهائيا، راه كتوجد معكم بالزربه حبيباتي، يعني في اخر ساعه وجدوها وراه دغيا كتوجد معكم وكتجي بنينه بزاف. صافي هنا غادي نستف الشيفلور ديالي اللي درت كامل، ومن بعد غادي نجيب واحد الفرشيطه وغادي نبقى نفتح داك الوريدات ديال الشيفلور، غادي نبقى نفتحهم بحال غنردهم وريدات غير صغارين في الطبسيل عندي. هانتوما كما كتشوفوا يعني الطريقه واضحه بزاف. صافي غادي نفتحو كامل مزيان. وهنا غادي ندوز درت واحد 3 حتى ل 4 ديال البطاطات قطعتهم وقليتهم حبيباتي. هنا كنقليو البطاطا كتجي بنينه بنينه بزاف مع هذا الشيفلور هذا كما قلت لكم. قطعتها وقليتها على شكل مربعات حبيباتي وقليتها. صافي الطريقه ما وريتهاش معكم حيت هي باينه، يعني غير كنقطعوا بطاطا وكنقليوها وصافي. وهنا الشيفلور ديالنا درنا فيه الملحه، صراحه هنا بطاطا ما درتش فيها الملحه نهائيا. داك الشيفلور ديالي لقيتو يعني زيت شويه في الملوحه، صافي بطاطا ما زدتش فيها الملحه. غادي نزيد باش ما غيجيناش الكراطان ديالنا مالح. المهم نتوما ردوا البال مع المليحه حبيباتي. صافي هنا غادي ندوز غادي ندير خديت واحد المربع ديال فرماج الساندويتش. هذا كيبقى اختياري، بغيتو تضيفوه ما بغيتوش تضيفوه نتوما واش عندكم في الدار ولا ما عندكمش. الا عندكم في الدار ضيفوا حبيباتي، قطعتو حتى هو المربعات اللي هي صغيره وكنزيدو في الكراطان ديالي.
وإلا ما كانش عندكم ماشي مشكل حبيباتي، استغناو عليه ماشي مشكل. صافي من بعد ما غادي نصفي داك المربعات ديالي كامل ديال الفرماج، غادي ناخذ البيض. هنا عندنا عفوا بعدا غادي ناخذ داك الفصوصه ديال الثومه، وياكم تلوحوهم حبيباتي. داك 2 فصوصه ديال الثومه غادي ناخذوا واحد الزلافه وغادي نديروا فيها داك 2 فصوصه ديال الثومه، كتكون طايبه راه كتكون تولي بحال البوماد. صافي وكنحيدوا ليها القشر ديالها كما كتشوفوا بهذه الطريقه، وكنديرها وكنمعسها شويه بالفرشيطه وكنضيف عليها البيض. هنا غادي نضيف 4 ديال البيضات اللي غتكفيني لهاد الكغاطا هادي. كما قلت لكم نتوما كيبقى لكم الاختيار، يعني شحال دايرين ديال الكميه. المهم البيض كيبقى على الكميه اللي نتوما استعملتو. هنا انا 4 البيضات كيجيوني هما هادوك في هاد الكغاطا هاد. صافي غادي ندير هنايا البيض كما قلت لكم، غادي ندير غير شويه ديال المليحه على حساب البيض، وغادي ندير شويه ديال الابزار مع داك التويمه. كتجي يا سلام يا سلام هاد الكغاطا هادي. صافي غادي نخلط، غادي نطرب كلشي مزيان حتى يطرب ليا البيض مزيان 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 مزيان. هانتوما بهاد الطريقه هادي غنطربوا البيض ديالنا مزيان. هنا غادي نضيفوا واحد تقريبا نص كاس ديال الحليب، غنقول لكم نص كاس ديال الحليب. انا ديما هاد الكغاطا هادي كنديرها عيني ميزاني، ولكن المبتدئات حبيباتي دايرين نص كاس ديال الحليب. صافي كنخلطوا كلشي مزيان وكنخويوها فوق الكغاطا ديالنا. ما غتحتاجي في هاد الكغاطا لا بيشاميل لا شي صوص حتى شي حاجه، ديريها غير بالبيض وكتجي رائعه بزاف. صافي هنا كناخذ واحد الفرشيطه وكنبقى بحال كندخل داك البيض والشيفلور، كنبقى ندخلهم في البيض مزيان. صافي من بعد ما قدات ليها الوجه ديالها مزيان، هنا غادي نسمو بالزعتر. ضروري حبيباتي هاد الكغاطا هادي كتبغي المذاق ديال الزعتر، كيجي كيتواتى بزاف 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 مع الشيفلور وبطاطا. هنا غادي ندير شويه ديال الزعتر وغادي نزيد الصراحه واحد شويه جاني بحال قليل، غادي نزيد في يديا شويه ديال الزعتر وغادي نحك عليها الفرماج. ضروري حبيباتي حكوا عليها الفرماج باش كتجيني داك القرمشه في الكغاطا من الفوق. ضروري الفرماج ضروري في هذا الكغاطا هذا. المهم اي فرماج نتوما عندكم، انا حكيت الفرماج ديال موتزاريلا وانتوما حكوا اي فرماج نتوما متواجد عندكم في الدار. وهنا حبيباتي الكغاطا كنشعلوا عليها الفران من الفوق ومن التحت، يعني ضروري ما نشعلوا الفران من الفوق ومن التحت حتى كيتحمر لينا داك الفرماج وصافي، وكتكون الكغاطا ديالنا واجده. وهذه هي النتيجه ديال الكغاطا ديالنا، ما كاين ما سهل منها. الطريقه بسيطه، المقادير ديالها نتمنى انهم يكونوا متواجدين في ايضا ان شاء الله يا ربي. دابا الشيفلور موجود، شريوه حبيباتي يعني والثمن ديالو مناسب جدا. حتى لو وليداتكم ما كيعجبهمش الشيفلور غير جربوه ليهم بهذه الطريقه هذه، وانا متاكده غيوليو ياكلوه ليكم. صراحه كيجي بنين لذيذ. هاد الكغاطا هذه العشاء كتجي يا سلام يا سلام يا سلام، واخا سخونه كندوق معكم الصراحه كتجي لذيذه بزاف. غير جربوها حبيباتي، انا متاكده غادي تعجبكم بزاف 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 حبيباتي، وبالصحه والراحه.